انتوا فاكرين ان فساتين النجمات اللي بنشوفها على ريد كاربت هي نفس الفساتين الاصليه اللي بتعملها الماركات ومصممين الازياء العالميين؟ المفاجاه انه لا، وده لان التعديلات في عالم الموضه بتكون جزء كبير من الاطلاله. كتير من الفنانات بنشوفهم بفساتين من ماركات عالميه، لكن ما بيكتفوش بيها زي ما هي، ولازم يحطوا لمستهم عليها سواء هم او الستايلست المسؤول عن اطلالتهم. التاتش والتعديلات اللي بتحصل على الفساتين دي علشان يطلوا بشكل مختلف، واحدث واجمل مثال على ده كانت ياسمين صبري في فرح حفيد الزعيم عادل امام. فستانها مش بس انيق، لكن لونه مختلف ومميز وشكله اتغير بلمسات بسيطه. تعالوا اقول لكم السر ورا التعديلات دي وليه بيغيروا في فساتينهم. ياسمين صبري اللي دايما بتلفت الانظار في كل اطلاله اختارت فستان اخضر فاتح من تصميم جان بيير خوري من مجموعه ربيع وصيف 2025. واللي لفت النظر اكتر هو التعديل اللي عملته عليه. الفستان الاصلي كان فيه 4 حمالات، لكن ياسمين قررت تخليهم 2 بس، وكمان زودت لمستها الخاصه وقفلت الفتحة شفافة من قدام، واستخدمت البطانة عشان تظهر بشكل أنيق وراقي. أما مي عمر ففي مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس قررت تلبس الزي التونسي التقليدي، لكن مع تاتش مميز ومختلف. الفستان كان من مجموعة حنين شامخ، لكن مي عملت تعديل خفيف على الخامة زي الجاكار اللي كان موجود، استبدلته بخامة الفستان نفسها عشان يظهر بشكل مودرن أكتر. ومش بس كده، نادية الجندي النجمة الكبيرة اللي دايما مشهورة بالأناقة والجمال ظهرت في حفل جوي أووردز بفستان مطرز من فوق مع فتحة بطن جريئة، ولكن نادية قررت تقفل الفتحة دي بشوية تعديل عشان تطل بشكل فيه احتشام أكتر ولكن بنفس الجمال. وطبعا ما نقدرش ننسى مي كساب في حفل بيلبورد العربية، اختارت فستان أزرق من تصميم فؤاد سركيس، بس عملت عليه تعديل بسيط بأنها قفلت فتحة الصدر عشان تطلع إطلالة محتشمة بس بنفس الستايل الفخم. والحقيقة إن الفستان كان سعره 70,000 جنيه. نروح بقى لبوسي اللي في واحدة من حفلاتها في القاهرة اختارت فستان نبيتي غامق كان مفتوح من الصدر ومكشوف من عند الساق، لكن بوسي كانت حريصة تقفل الفتحة اللي فوق وتضيف لمسة من البساطة. كمان مفيش شك ان أروى جودة كانت من أروع الإطلالات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي لما اختارت فستان أبيض من تصميم عدنان أكبر، لكن قررت تعدل الفستان وتخليه اوف شولدر عشان يناسب شكل جسمها. الفستان ده كان سعره حوالي 332,000 جنيه مصري. أما مريهان حسين في مهرجان القاهرة السينمائي كانت مفاجأة لما ظهرت بفستان اسود من تصميم فريدة تمرازة. الفستان ده في الاصل كان فيه شورت وقصير، لكن مريهان قررت تضيف اكستنشن طويل علشان تبين اطلالتها بشكل مختلف، والتعديل ده خلاها تبقى حديث السوشيال ميديا. نروح لاحلام اللي في حفل منتدى الاعلام العربي ظهر بفستان اسود كان جريء في تصميمه وفيه فتحة جانبية طويلة، لكن احلام قررت تعدله عشان يكون اكتر احتشام، وده خلاها تطل بشكل انيق وراقي. التعديلات البسيطة دي بتخلي كل فستان ليه طابع خاص، ومفيش شك ان كل فنانة ليها لمسة شخصية بتحول التصميم كأنه لوحة فنية عليها. انتوا من الناس اللي بتحبوا التعديلات دي ولا تحبوا الفساتين زي ما هي؟ وايه اكتر فستان لفت انتباهكم اكتر من التعديلات اللي عملوها الفنانات؟